واش الراجل خصو يعاون في الشقه ديال الدار؟ هذا واحد الموضوع شائك اللي خالق بزاف ديال المشاكل في بزاف ديال الاسر المغربيه والاسر في المجتمع المغربي بصفه عامه. النساء كيجيو كيتشكاو كتقول لك مثلا انا عندي مشاكل جنسيه مع الراجل ديالي او مشاكل في التشنج المهبلي نتيجه لانني كنحس براسي كنعطي اكثر من جهدي وكنعطي اكثر من طاقتي. انا النهار الاول اللي تزوجت بهذا الراجل باغيني نخدم وتا انا كنت باغا نخدم. علاش؟ باش نتعاونوا على الزمان. ولكن انا واحد الحساب اللي ما ضربتوش نتعاونوا على الزمان، خصنا نتعاونوا على برا ونتعاونوا حتى لداخل. الغلط اللي كيديروا هاد النساء هو انهم بزاف منهم هي اللي كتدخل مجهده لذاك الزواج، كتبغي توري حنه يديها في الاول، كتولي كتدخل واتونسيون ما تيديروش بالعاني راه تيكونوا مبرمجين. تتدخل كتوريه زعما كطيب واعره كتشقاحد كذا كذا كذا، فهي ما كتضربش واحد الحساب بان عندها قدرات معينه محدوده راه ما يمكنلهاش انها تفوت قياسها. فكتبدا بشويه بشويه كتحقد على داك الراجل، كتبدا تحقد عليه لانه بالنسبه ليه كيفاش ما فهمش راسو. راه الراجل ما تيفهمش راسو، راه خصك تهضري معاه، تهضري معاه بلاتي احسن، ماشي بالمدابزه وماشي بالصداع وماشي بالدفوني. انا وياك تنتعاونوا في كل شيء، فخصنا نتعاونوا حتى في الدار، تنتعاونوا حتى في الشقه. يعني حيت راه سميتو الشقه ماشي سميتو الصلصه ولا الميرينغي، راه ماشي شي حاجه كتضحك الشقه. خصوصا ان الانسانه مثلا ملي كتكون خدامه والنهار كامل هي متعوبه، كيدخلوا بجوج للدار، هي كتلقى بزاف العيالات مسكينه ما كتحيدش حتى حوايجه، تبدل البيجامه كتلقى ديالك مشات للكوزينه، هو ديالك مشات لها حجبت التليكوموند. وهذه حاجه كتكرر وبزاف النساء كيتشكاو ليا منها. يعني كتلقاها مسكينه مقهوره معيانه ايتو، وضروري ضروري انها تشقى وتبين ليه حنه يديها ايتو. واحد السيده اخرى كانت جات عندي قالت لي انا المستوى ديال الكره اللي كرهت راجلي ما تقدريش تخيلي. قلت لها علاش زعما علاش وصلتي حتى لهاد الدرجه ديال الكره؟ قالت لي انا راجلي متفقين اننا نتعاونوا في كل شيء من الاول ديال زواجنا. قالت لي خدامين عندنا 3 الوليدات ايتو. قالت لي افيكتيفمون في الاول كان كيساعدني وكيعاونني، واحد النهار غادي تجي مو غادي تدخل غتلقاه تيعاونني، غتقول له استغفر رضا الا باقي شفتك هزيتي كاس. شوفوا دابا العدوه ديال هاد المراه كانت هي المراه اللي هي الام ديالو. وفعلا هو قال لك لا رضا الوالدين، رضا الوالدين ما بقاش كيهز، ورضا الزوجه، ورضا الزوجه مسكينه غتاخذ منها الذنوب. قالت لي انا مع 3 الاولاد، قالت لي هزيت الامراض اللي ما تخيليش، قالت لي وليت كندير فوق طاقتي. قالت لي وهو لاصال التليكوموند القهوه حياته. قالت لي وانا قالت لي بديت كنحقد عليه قالت لي لواحد الدرجه ما بقيتش كنطيقو، ما بقاش جنسيا باغي يقيسني. فدابا شوفوا هذا لو كا هذا اكستريم فين وصل. وكنعقل اوسي على واحد السيده حتى هي قالت لي انا كنجي بلاد، قالت لي ولكن بداك الانانيه اللي شميت في هذاك الراجل، يعني انا مساعده معاه على الوقت ومعاونين على الوقت ومعاونين على الزمان، ولكن هو رمى عليا لا ريسبونسابيلتي ديال الدري، رمى عليا المسؤوليه ديال الدار. قالت لي وبديت كنحس براسي تنكرهو. وكنقول لكم هذه الجمله تتكرر معايا، فحذاري نتوما الرجاله اللي كيتحب راسك عند راسك مطور وزعما ومالها ودير وشكون دير، خصوصا دير جو سوي داكور، ولكن الا انت شارط وباغي مرا خدامه فخصك تعاونوا على الزمان، خصكم تعاونوا في جميع النواحي ديال الحياه. ماشي غنتعاونوا مثلا ماديا، تعاونوا ماديا وفي الشقه ما تعاونوش. انا علاش كنقول لكم هاد الهضره؟ لان كتوعيه منكم، توعيه مني لكم، لان بزاف من النساء اللي ما كتجرأش تقول هاد الهضره لراجلها. فانا نساء كاينين اللي كيقولوا لي مثلا كنعقل على واحد لوكا غادي تقول لي واحد الجمله صدماتني حتى بصح. قالت لي انا راجلي، قالت لي ما بغيتوش يموت بطريقه عاديه، قالت لي انا بغيتو يموت بحال على العافيه مهيله، بغيت نشوفو كيتشوى. قلت لها ويلي علاش وصلتي انت لهاد الدرجه، علاش هاد الكره هذا كامل، علاش ما تفارقتيش معاني وصلتي لهاد الحاله؟ قالت لي انا راجلي دار هبيه تاع بصح. كيفاش؟ قالت لي حنا كنا معاونين على الزمان بحال الناس مع الناس. قالت لي بدا كيتملص من المسؤوليات ديالو بشويه بشويه. في الاول ما بقاش كيعاونني، قالت لي حنا عندنا 5 الوليدات، قالت لي في الاول ما بقاش كيعاونني. قالت لي الثانيه غادي يقول لي صعيبه عليه الفيقه مع الثمانيه، غيوقف من الخدمه. قالت لي وغير ما عليا المسؤوليه الماديه، ولا هو جالس في الدار وانا تنشغل. قالت لي والواعره شنو ما يهزش الكاس. قالت لي جالس بحال هو ربة بيت. قالت لي وانا تمشي تنخدم على برا وتنجي تنشقى في الدار. قالت لي وما سالتش هنا، قالت لي ما وقفناش هنايا في الاديه. كنهضر لكم هذه السيده راه تقاعد راه 60 عام، هاد الهضره اللي كتقول لي راه 60 عام. قالت لي في الاخر، قالت لي شريت واحد الارض، قالت لي وبديت كنبنيها. قالت لي وبما انني انا كنت خويويفه، النهار اللي غادي نكتب ندير الوريقات وداكشي باش نكتب الدار في الاسم ديالي ونفيناليزي هذوك الاجراءات، قالت لي خفت من المشغل ديالي حيت انا اللي هازه كلشي. قالت لك درت بروكوراسيون راجلي. قلت له عافاك سير صايب الوراق، اش غيدير مسخوط الوالدين، الله يخليكم بولحيه وقلاق الرسول. غادي يمشي يكتب الدار بسميتو، يعني خدا ليها رزق، خدا ليها شقه عمرها
قالت لي وكتبها بسميتو. ملي قلت له علاش درتي هادشي ايتو، قال لي خفتك لا تطلقيني وقلت نضمن حقوقي ومستقبلي. حبيبه ما عرفناش كل مره شكون الراجل فيهم. يعني شوفوا على كارثه منزله. قالت لي وانا قالت لي حتى في الجانب الجنسي قالت لي ما نقدرش يحط عليا صبع. وكيجي وكيبدا يقول لي لعنه الله على المراه التي لا تجامع زوجها، ولعنه رجل الله على الشفاري. هذه ما فين درتيها؟ لعنه الله على واحد مشى شفر مرته، هذه فين درتيها؟ يعني كارثه كارثه منزله. يعني الانسان باش يولي واصل لهذا لو دوغري هذا ديال قله الحياه وقله العرض، راه هذا الشيء راه كثير وكثير وكثير. واحد السيد كنت كندير ليه لا فورماسيون. هذا كان مدير عام في واحد الشركه وهو كان ايطالي الجنسيه، وما كانش عندي غير هذا السيد، كانوا مجموعه ايطاليين. وحاولت انني نفهم الفرق في الثقافات وفي النظره للامور. هضرت معهم على هذا لو سوجي ديال الشقه وعلى كيفاش هما كيورغانيزيو بصفه عامه الحياه ديالهم. هذا المدير العام قلت لي نتوما شنو هي لافيت او الحفله اللي كتكون عندكم صعيبه في الشغال ديال الدار؟ قال لي هي الكريسماس، يعني راس العام ديالهم. قال لي حنا في الكريسماس كيكونوا عندنا بزاف لي بلا ديال البريباراسيون. قالت لي بحالنا حنا مثلا في العيد الكبير. العيد الكبير يعني كيكون بزاف ديال لي بريباراسيون، ولكن حنا من بعد الازواج عندنا دايرين بحال الملك، يعني كيمشيو كيذبحوا بليزار ابيض وصافي وكيتكاو، والمراه كتبدا تضرب في التوامر. الوغ كو هذه شي حاجه اللي ماشي نورمال. قال لي لا، قال لي حنا مثلا همايا في الحاله ديالهم. قال لك انا في الكريسماس مثلا حنا كنهضروا على انسان عنده دي ريسبونسابيلتي ورئيس يعني في اداره شركه ايتو. قال لك ولكن كنقسموا الشغل. مثلا هي غادي تطيب واحد الحاجه وانا غنطيب واحد الحاجه، ضروري كنتعاونوا، ما يمكنش ما نتعاونوش. قال لي في الحياه اليوميه ديالنا مثلا هي كتنوض غادي تطيب الفطور، انا كنمشي كنلبس البنات باش حيت انا ما يمكنليش نطلب ليها كلشي ديرو هي. مثلا في الصباح انا كنوصل الدراري وهي كتجيبهم في العشيه. حنا اللي عندنا في المجتمع ديالنا بزاف ديال النساء مسكين كتلقى راسها كدير كلشي، ولكن عاوتاني ما نحيدوش لا ريسبونسابيلتي والمسؤوليه ديالها هي، لان هي فاش كتدخل الزواج كتبرمج هذاك الزوج على اساس هي واعره، هي ايغومبلاسابل، هي توب. ونعطيكم واحد لوكا اكستريم. هذا لوكا هذا كان اثر فيا بزاف 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 صراحه، لان هذه السيده هذه قريبه لينا في العائله وكانت كتحضر لجميع المناسبات ديالنا، اعراس، افراح، يعني قريبه لينا، هي صديقه قريبه المقربه للعائله. الله يرحمها الله يرحمها، لان زوجها قتلها انا كنعتبره قتلها. وكنامن بالعداله الالهيه وكنتمنى يخلص، كنتمنى وكنظن وعندي ايمان بانه غيخلص. حيت كيفاش دار لهذا السيد لهذه السيده هذه، هو كان من تيب ديال الشخصيات النرجسيه، غادي يبدا يتقل عليها. وهي كانت لطيفه بزاف هاد السيده الله يرحمها، كانت لطيفه جدا. انا مي كانت كتشقى كذا، بدا كيخدم ليها في السوبكونسيون. انا لا انت ما كطيبيش مزيان لا. وهي كانت عندها الخدمه صعيبه، كتجي حتى ل7 8 وكيجلس عليها لا كنبغي الماكله بالبرقوقي مع الفرقوقي وخصني لونطري ولا صالاد ولا سارتي. هي السيده مسكينه جايه مهلوكه من الخدمه، وباش ترضيه كدير داكشي اكثر من الجهد اكثر من الجهد اكثر من الجهد. يعني كتجري خصها ترضيه حتى وصلت في عام ديال الزواج الله يخليكم نجح يقتلها في عام ديال الزواج. فداك العام ديال الزواج غادي تيبويزا وغادي تعيا فيزيكمون، صافي ولات ما عندهاش قدره على مقاومه الامراض. ملي غادي يشوفها هو في هذيك الحاله مو غتمرض بالسل، غادي يقول لها الزوجه الصالحه الراضيه المرضيه خصها تقابل لي امي. غادي يهزها في هذيك الحاله، غتمشي مسكينه تبدا تقابل امو في المرض واوتوماتيكمون غتعادى لانه السل. والحشره الاخرى غادي يبدا يدور بها، ما غاديش يديها للطبيب حتى غتمشي واحد الاخت ديالي غتمشي عند الاب ديالو غتقول له راه غيقتل لك بنتك، حيد ليه بنتك. ولكن كان سيتي تروطا، فاش خداها الاب كان سيتي تروطا وفعلا ماتت البنت. يعني هنا كنقول لكم هذه الفكره ديال انا خصني نكون بارفيت راه كتقدر تقتل. وانا ماشي تنهضر عن فراغ، حيت شفت دي زيكزامبل، شفت امثله. فانتي ماشي هنا تقولوا راه كتحرض النساء ولا بالعكس، لا، راعيوا نفسكم، حافظوا على راسكم. مثلا الا كان عندك واحد الراجل ما تيقول لك ما قادرش وحاولتي معاه جيبي انت المساعده. حيت دابا كاين حلول، مثلا كاين شركات اللي ولاو كيديروا الميناج، كاينين ابارتيغ من 600 درهم 600 درهم الشهر. شنو تيديروا لك هاد الشركه؟ مثلا كيشقاو عليك مثلا مره في السيمانه، كينقيو لك الدار، ومره في الشهر عندك تخميله كيخملوا لك. علاش كنهضر هكذا؟ لان كاينين النساء اللي كدوز لك السيمانه كامله كتخدم، وكيجي السبت واحد اللي المفروض تهلا في راسها ودير حمام وتهلا في حالتها وترتاح، كتلقى تابعه القناه، وفي الاخر كتجيب الربحه، كتولي هي كتبان قد مو ماشي مرتو، لان كتهلك راسها وكتهلك الصحه ديالها. فراعيو راسكم، راعيو صحتكم، وسيروا بشويه عليكم.